هو لما أعطاهم الملك الضوء الأخضر لمحاربة المذاهب الأخرى على حد تعبيره اللي أتتنا من الشرق والغرب، فصار هناك تمويل دولة بمقدراتها بأموالها لمحاربة طائفة معينة. فهناك مؤتمر صرف عليه الآلاف بل يمكن ملايين الدراهم في المسرح الملكي. نعم، والمسرح الملكي والتلفزيون الرسمي وغيرها، والرعاية الحكومة واستقطاب المشايخ والعلماء اللي يسموا قصاصين هم العلماء. عندكم كلمة بالمغربي شو يسمون؟ حلايقية. حلايقية يعني كل واحد عنده حلقة درس ويكذب على كم واحد ويهرج. نعم. فشوفوا الخطاب لهذا المؤتمر المخصص لمحاربة التشيع. عن التشيع وخطره القادم، نظمت جمعية الصفوة بمدينة مراكش يوم الأحد 26 من أبريل 2015 يوما دراسيا بعنوان الخصوصية المغربية والحفاظ على المكاسب رهينة بمحاربة ظاهرة التشيع. بالنسبة للتشيع لا شك أنه يهدد جميع الأقطار وجميع البلدان، لأن سياسة الشيعة هي التوسع وهي اكتساح جميع بلدان أهل السنة، وهذا قد بدأ جليا من خلال سقوط كثير من العواصم، وأيضا من خلال التسرب إلى مراكز يعني الثقافة والتعليم وغير ذلك. فلذلك كان لابد من أخذ الحيطة والحذر وتوعية المسلمين بهذا الخطر الداهم قبل أن يحل بساحته. وقد عرفت هذه الفعالية تقديم محاضرات قيمة لعدد من العلماء والباحثين في قضايا الشيعة، حيث أكدوا جميعا على ضرورة التصدي لهذا الفكر المنحرف وفضح مخططات أصحابه ببلادنا، لا سيما مع التحركات المشبوهة الأخيرة لبعض الخلايا الرافضية بالشمال. يعني إذا ذكر عند أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا واحد من الصحابة انطلق بالشتيمة وبالسباب، فسبحان من أضلهم. يعني شيء عجيب، يعني لا يكاد الإنسان يصدق بهذا الأمر، والله لا يكاد يصدق. لو ما نراه في الواقع والله ما نصدق به. وعلى مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون. كما دعا المحاضرون السلطات إلى مزيد من اليقظة والحزم في مواجهة هذا السرطان الخبيث الذي يهدد كيان الأمة، مذكرين بما حل بأفغانستان والعراق ولبنان وسوريا واليمن على يد الشيعة وحليفتهم أمريكا. نحن نعلم أن الشيعة ما دخلوا بلدا من بلاد المسلمين إلا أفسدوا، وما وقع في العراق وفي سوريا وما وقع في اليمن وفي لبنان وغيرها من الدول خير دليل على ذلك. فهذه خطوة استباقية للتحذير من هذا الخطأ، وهو خطأ قادم. المسؤولية مسؤوليتنا جميعا، فعلينا أن نقوم قومة رجل واحد، وقفة رجل واحد، لنرد على هؤلاء. فخابت هذه الطائفة وخسرت وخسئت الذين تجرؤوا على أئمة الهدى ومنارات الإسلام. احنا هذا المؤتمر اللي صار في بمباركة ورعاية النظام المغربي، هناك إعلان لهذا المؤتمر والنقاط الرئيسية اللي ناقشوها. حط لنا محمد الصورة وخلي الأخوة يناقشون في اللهجة المغربية حتى يفهمون الإخوان ويبددون هذه الاتهامات. نعم، حط لنا الصورة وتفضل أخواني. في هذه الصورة مثلا أصلا يقول يوما دراسيا تحت عنوان الخصوصية المغربية والحفاظ على المكاسب، يعني مكسب أنك متوحد على دين واحد، يعني على هذا مذهبهم من السني يسمونه، هذا من المكاسب. يعني ما تجيبون مذاهب دخيلة كما قال الملك، نفس اتجاه الملك.
أو التوحد على فكرة واحدة وهي والحفاظ على المكاسب رهينة بمحاربة ظاهرة لحماية السائح والدفاع لا. عن حقوق التجار والمهنيين. ايه هذه اسم الجمعية وهي جمعية مغربية. بس كان هذا اليوم الدراسي اللي يسموه يوم دراسي كان تحت رعاية يعني بمباركة الدولة وبإعطاء ضوء أخضر من الدولة. الصورة الثانية أفضل تكون أوضح لأن فيها العناوين التي تم يعني ملاحظتها في هذه اليوم. فمثلا شوف يركزون على المحاور المهمة والتي ستحرض بقوة على المغاربة. أول وحدة شوف الشيعة وإمارة المؤمنين، ماذا يقصدون بهذا؟ يقصدون أنه الشيعة لا يؤمنون بأن هذا اللي نعتبره احنا أمير للمؤمنين لا يعتبرونه أمير المؤمنين، يعني فيهم إشكال. يعني بمجرد هذه راه مشكل. شوف من بعد تيقولك الولاء عند الشيعة باش يدخلك في ديك اللقطة ديال أنه راه الولاء ديالهم لإيران، الولاء عندهم راه الإيران راه ماشي لشي حد اخر، وهذا ليس صحيح. ايه لا تظهر لي الصورة جيدا. بس مثلا يقول لك بين الدستور والتشيع الولاء عند الشيعة. إيه الولاء أول واحدة الشيعة وولاء إمارة المؤمنين، الثانية والولاء عند الشيعة، الثالثة الشيعة والمراد. كبرها محمد شوي. نعم الحين يكبرها. نعم مو مشكلة. نعم. يقول لك بين الدستور والتشيع. ليش علاش قال هذه القضية ديال بين الدستور والتشيع؟ لأن الدستور شنو كاين في الدستور المغربي؟ كاين أن أولا الملك أمير المؤمنين، كاين ثانيا أن المغرب المذهب ديالو شنو هو اخي هشام؟ هو المذهب المالكي. ايه المذهب المالكي، يعني ما مقبوش المذاهب الاخرين. واخا هما تيقول لك يكفى الحريات دائما يعني في كاع الدساتير، ولكن واقعا لا يكفى لك حريه انك تكون تتبع يعني التشيع، لانه بالنسبه ليه تيضرب كما قالوا نيس في هذا العنوان هذا، تيضرب في المكاسب ديالهم اللي تعتبروهم مكاسب، ما عرفتش شنو معنى المكاسب. وثانيا عقيده الشيعه في الائمه الاربعه، ومن بعد احنا مثلا تنكفروا احنا هاد الائمه الاربعه، احنا ماشي واحد القضيه بعدا راه مختلفين احنا معاكم، راه ماشي تاكلونا من نفس البلاصه اللي تتاكلوها بها الاخرين. احنا راه ماشي عندنا انه بمجرد ان مثلا تنقول لواحد كافر اذا يقتل، راه انتم اللي عندكم هذه القضيه، انتم اللي عندكم هذه القضيه ديال بمجرد واحد تتقول عليه كافر بسلام عليه صافي حل لك ماله وعرضه ما عرفت شنو، داك الهضره اللي تتعاودوا علينا ديما. وعاده من بين المغالطات الكبيره هنا كيقول لك الا حنا خلينا الشيعة يكونوا في المغرب، هذا الشيء غيدير لنا واحد الفتنه، غيسبب لنا واحد الفتنه، المشروع الصفوي مثلا غيسبب لنا واحد الصوره كذلك فساد، ان التشيع فساد خراب وامن مهدد ولينا حنا تنهدوا الامن القومي ديال المغرب. فيعني لو مثلا يعني لو ترك للناس، الناس خليهم يعني يهضروا كيف ما بغاو، ما دام ان انهم كيعبروا على العقائد ديالهم وفي حدود ان هالشيء ما يمشيش للعنف. يعني انني كنقول مثلا هو يقول عليا بانه اني كافر، هذا حقه، هذا يقول لي بان الشيعي راه كافر، ما انا هذا الامر ما غنتقبله، غنقول هذا فني الى حد هذا الحد كل شيء متقبل. ولكن المشكله هي انه لا غيحبسك يقول لك لا ما تهضرش، او لا انك الا هضرت اما انك تقتل، اما انك تقدر تسجن، او فاللي شكون اللي غيفنا في هذه الحاله هذه؟ شكون اللي هو صاحب الفتنه؟ واش انه ذاك اللي كيمنع عليك انك يعني تخلي واحد المجال، اي واحد يعني يبغي يعبر على راسه يعبر كيف ما بغى، او لا انك تمنع واحد فئه من الناس وتعطي له واحد المجال لواحد. الا دويتي انت غينوضوا واحد اخرين غيدويو ضدك وغتنوض الفتنه. دونك خصك انتوما خصكم توعيو الناس، تربيهم هذوك بوكلوك الاخرين اللي هما هاد المتشددين ديالكم، هذوك هما اللي خصهم يوعاو، ماشي حنا اللي نتمنعوا، بالعكس حنا خصنا نكتاروا.